تعرف ان في فيلم مصري اتعرض 20 سنه وهو ناقص؟ الناس ما شافوش النهايه الحقيقيه غير سنه 2005. الفيلم ده هو فيلم البريء، بطوله الاسطوره احمد زكي. قصه عن احمد سبع الليل، فلاح بسيط دخل الجيش واشتغل جندي في السجن، مقتنع ان كل اللي في السجن دول خونه وبينفذ الاوامر زي الاله، يضرب يعذب ويقتل، وهو كده فاكر انه بيخدم البلد. بس الحقيقه بتتضح ان المساجين مش مجرمين ولا حاجه، دول شباب مثقفين اتسجنوا ظلم، والاصعب ان صاحبه الوحيد بيتقتل قدامه عشان يجي احمد وينفجر. احساسه بالذنب خلاه يرفع السلاح ويفتح النار على كل الضباط اللي استغلوه طول الوقت. كان مشهد تقيل قوي، رساله مباشره ضد الظلم، عشان في الاخر تيجي لك الرقابه وتقص النهايه دي من العرض. يعني اللي اتعرض في الفيلم لحد 2005 كان نسخه ناقصه، الفيلم بيخلص قبل المواجهه، وعشان كده ولسنين طويله محدش شاف البريء زي ما كان متصور، عشان في 2005 يجي مهرجان القاهره ويفاجئ الكل بالنهايه الاصليه، عشان كل الجمهور يتصدم. ويجي هنا السؤال، ازاي مشهد واحد يغير معنى فيلم كامل؟ ما تنساش السبسكرايب، تعمل فولو هنا او هنا، ولايكك الجميل. سلام.